طول عمري كنت مستتقل دايت علشان هنمنع العيش ونمنع السكريات ونمنع مش عارف وكل اللي يتمنع في الدنيا، لحد ما اكتشفت ان الدايت مش كده وبس. كل الابحاث اللي اتعملت في الفترة القريبة على الفرق بين الدايت اللي هو لو كالوري دايت، انت بتقلل الكالوريز بس بالانسد، وبين الكالوري اللي هو بتقلل كارب او بتمنع حاجة او بتزود حاجة او اي انظمة معينة، لقوا ان مفيش فرق بين اللي مجرد بيقلل الكالوريز من اكله، بيعمل كالوري ديفيسيت عن اللي هو محتاجه، وبين اللي بيمنع حاجه. بالعكس، في ناس جروبس دي تبقى احسن في حاجه ودي احسن في حاجه ودي احسن في حاجه، بس النتيجه النهائيه على من 6 شهور لسنتين متابعه، الناس اللي مجرد بتقلل الكارب بتاعها او بتقلل الكالوريز بتاعتها الاتنين طلعوا زي ما هم. ف يعني تip صغيرة، الموضوع ملوش علاقة انك تمنع عيش ورز، الموضوع ليه علاقة انك تقلل الاوفر اول كالوريز بتاعت اليوم. الموضوع ليه علاقة بهرمونات وليه علاقة بهرمون جوع وهرمون شبع وانسولين وحاجات تانية كتير انا عارف، بس يعني بيزك لازم يبقى في كالوري ديفيسيت علشان تخس، نقطة.